كان لتسمية البروفيسور فايز الحاج شاهين كمشارك في طاولة الحوار وقع الصدمة على نواب زحلة وفاعلياتها، ليس لمآخذ شخصية على الرجل، إنما لأنهم يعتبرون أن التمثيل يجب أن يكون سياسيا وليس أكاديميا، على اعتبار أن الملفات الموضوعة على الطاولة سياسية بامتياز. الحاج شاهين الذي يتريث قبل أن يطل إعلاميا هو عميد كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، وسيرته الذاتية تظهر أنه مثل الحكومة اللبنانية لدى جامعة الدول العربية في العامين 82 و 83، ناشط في المجتمع المدني وله مؤلفات قانونية عدة. بروفيسور فايز هو قرابتي ويعني يعني ناجح بمهنته، بس أكاديمي. طاولة الحوار مبدئيا موضوع سياسي بالامتياز، فاذا ما بدهم تكنوقراط. ليش لما جابوا تكنوقراط اكاديمي بغير طوائف او غير حزب؟ ليش بس بزحلة؟ ليش؟ طبعا هذا مسؤولية فخامة الرئيس، فنحن عندنا مأخذ كبير على فخامة الرئيس، انه مفروض يكون عادل، مفروض يكون حكم عادل لكل اللبنانية، لكل الطوائف، لكل المناطق. هذا ما عم بيظهر هيك بزحلة. هلا نحن عم بيطرحوها بشكل انه لا تلبكوا كثير بالقصر، انه حتى ما يصير في مشكله بين بعضنا نحن بالزحله وبين القيادات. حلوها بشكل التالي. هلا طلع بعض المصادر من القصر الجمهوري اللي قالت انه تم هالخيار لانه من وجهه نظرهم او من وجهه نظر الاشخاص المعنيين اللي كانوا عم بيتعاطوا مع فخامته بتحديد الاسماء، الكتله مش موجوده. هالشيء فاجأنا حقيقة. ليش؟ لحتى تستثنى زحلة من المعايير التي اتخذت بتسمية الآخرين. واليوم بالتوضيح اللي صدر عن مصادر من القصر الجمهوري اللي بيقول إنه نحن متفككين ومنتميين لغير كتل. يمكن أيضا أخذ القرار على هالشكل بما أنه على اعتبار دكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل موجودين على طاولة الحوار ويغني حضورهم عن حضور أحد نواب كتلة زحلة. هالشيء هالمنطق هذا نحن عندنا مرفوض 100%، لأنه إذا هذا المنطق بدنا نطبقه كمان على الكل معناتها في عدد كثير من الأشخاص اللي موجودين بتكتل التغيير والإصلاح مش مفروض يكونوا موجودين ممثلين بالعماد ميشيل عون. سكاف يحذر من مؤامرة تستهدف زحلة بدأت ملامحها تلوح في الانتخابات النيابية. جايلهم فرصة يقسموا هالمدينة اسمها زحلة، يقسموها ومتى ما قسمت ضعف الجيش وقسموها اثنين وضعفوها. هذا كان بالانتخابات النيابية ومكملين هلا، يعني ليش بدأوا يغيبوها من طاولة الحوار؟ هلا بتقولي لي موجود، صح موجود، بس مش هذا التمثيل مثل ما بيقولوا الصحيح. أما كتلة زحلة فقد سارعت إلى طلب موعد من رئيس الجمهورية لسؤاله عن سبب القرار الذي اتخذه. نحن كل شيء عم نطالب فيه بحق طبيعي بهالحالة هيدي اللي هو أن تتمثل قضاء زحلة بمن هم ممثلو الشعب. اليوم لازم يكون في هالأشخاص حيثية شعبية لحتى يقدروا يكونوا ممثلين. وعلى اختلاف انتماءاتهما يجمع سكاف والمعلوف على أن الديمقراطية اهتزت، وعلى أن المعايير التي اعتمدت لتمثيل زحلة اختلفت عن تلك المعتمدة بالنسبة إلى باقي المناطق.